عايزك تتخيل معايا إنك تصحى فجأة تلاقي كل حاجة حواليك غريبة، والمصيبة إن أقرب الناس ليك بيختفوا كأنهم ما كانوش موجودين أصلا. ده اللي حصل مع بطل فيلمنا النهاردة اللي حياته اتقلبت في لحظة لما مراته وبنته اختفوا جوه مستشفى، والمكان كله بيقول له إنهم ما جوش معاه أصلا. هل هو بيتخيل ولا في مؤامرة بجد؟ عايزك بقى تجهز لي مشروبك المفضل، لو مش مشترك في القناة ادخل دلوقتي حالا اشترك وفعل الجرس علشان تبقى معانا أول بأول. وقبل ما يبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بيبدأ فيلمنا مع راي ومراته واللي بتبقى اسمها جو وبنتهم اللي اسمها بيري، وبنشوف راي وهو بيتخانق مع مراته وإن أمها وأبوها مش بيحبوه وبيعملوه بطريقة وحشة. مراته بتقوله إن كل ده غلط وإنهم بيحبوه، وبنعرف إنهم مسافرين علشان يقضوا عيد الشكر مع عيلة جو. المهم بقى إن راي بيقول لجو إيه رأيك نرجع ونحتفل بالعيد إحنا التلاتة في بيتنا، وجو بتقول له ان احنا علاقتنا خلاص متدمره ومبقتش نافعه، وانك ما بقتش تحارب زي الاول، وانك ما بقتش الشخص اللي اتجوزته من 6 سنين، وعايزاك تبقى على طبيعتك. ري هنا بيقول لها ان لسه زي ما انا واني ما اتغيرتش، بس بمر باوقات صعبه واني لسه بحبك. في الوقت دوت بقى عربيه بتعدي من جنبهم وكان هيخبطوا. صاحب العربيه هنا بيهين ري، بس ري ما بيعملش حاجه وبيبان انه ضعيف. في الوقت دوت بيري بتقول لامها ان السماعات مش شغاله، وامها بتقول لها ان البطاريه خلصت. وجو بتسأل ري جبت البطاريات الاحتياطية، فبيقول لها إني نسيتها في البيت، وبيقول لبيري تعالي نغني سوا، وبيفضلوا يغنوا. وبيري هنا بتبقى عايزة تدخل الحمام وبيقفوا عند أقرب استراحة، ومراته بتطلب يجيب لها صودا، وبيدخل ري وبيجيب قهوة والصودا، وبيطلب من البياع بطاريات وإزازتين ويسكي، وبيطلع الفيزا لكنها بتقوله إننا بنقبل كاش بس، وبنشوف إن الكاش اللي معاه مش هيكفي، فبيشتري الصودا والويسكي والقهوة وما بيجيبش البطاريات لبنته. وبيركب العربية ومراته هنا بتسأله على البطاريات لكنه بيقول لها إنه ما عندهمش. وبيري هنا بتقول لأمها إن المراية بتاعتها مش لاقياها وإن هي آخر مرة كانت معايا في الحمام، فبتنزل جو علشان تروح تدور عليها في الحمام. وري بينزل يدور عليها في الكرسي وبينزل بيري وبيقول لها ما تتحركيش من جنبي. وقت بقى وهو بيدور عليها القهوة بتاعته بتقع وبيتعصب جدا. وفي نفس الوقت دوت بيري بتشوف بالونة متعلقة وبتروح علشان تجيبها، لكن بيجي كلب وبيقرب منها وبتفضل تنادي على ابوها، وري بيحاول يبعد الكلب عنها، وبيري خلاص هتقع في الحفرة. وري بيمسك صخرة وبيرميها على الكلب، وبيري بتقع وبينط وراها ري علشان ينقذها لكن ما بيلحقهاش، وبيقع هو كمان وبيغمى عليه. وفي وقت بقى وهو مغمى عليه بيسمع صوت بيقول له انهم ماتوا. بعد كده ري بيفوق وبيبقى في حالة صدمة، وجو بتفضل تفوق فيه لكن بيزقها بعيد عنه وبيبقى مصدوم من اللي حصل. بيفوق على صوت بنته ومراته بتقول له انها كويسة، وبنته بتقول له ان دراعها وجعها، فبيشيلها وبيقول لجو ان في مستشفى قريبة من هنا. وبيركبوا العربية وبيسوق بسرعة عالية، وبتبقى مراته فرحانة بسواقته دي. بعد كده بقى بيوصلوا للمستشفى، وجاي بتقول له روح خلص الإجراءات وأنا هجيبها، وبتبقى المستشفى زحمة جدا. فبيقول لمراته إنه هيتسرع وبيروح للممرضة اللي في الاستقبال وبيقول لها إنه محتاج دكتور بسرعة، لكن الممرضة بتقول له استريح لغاية ما يجي دورك. بيفضل يلح عليها لكن مفيش فايدة، وبيروح يقعد مع مراته وبيقول لها إن إحنا هندخل قريب. ومراته بتقول له إني سمعتها. بيقول لها عايزاني أعمل إيه؟ أدخل أكسر في الأبواب وأجيب الدكتور من رقبته؟ وجو بتقول له اعمل أي حاجة، وبتفضل تسخن فيه وبيقعد يبص حواليه وبيلاقي الناس كلها بتبص له بنظرات غريبة. وبيروح للممرضة تاني وبيفضل يزعق معاها، فبتقول له وقع هنا وده هيساعدك في إن دورك يجي بسرعة. في الوقت دوت بيلاحظ ممرضة تانية بتنادي على مريض وبتسأل أهله عن فصيلة دم، فبيقولوا لها إنه بي موجب. وبيلاقي الممرضة بتاعة الاستقبال بتتكلم في التليفون وتقول اللي بيتكلموا إن إحنا عندنا حالة تانية 15 سنة وإن فصيلة دمه بي موجب وبلغ الدكتور بيرسرام. وبتقفل الخط وبتقول لري استريح ولما يتوفر طبيب هننادي عليك. وبنشوف إن ري مش مطمن لهم وحاسس بحاجة غريبة في المستشفى، فبيروح لعيلته وبتبقى بيري نامت والجو حر، وجو بتقلع السكارف وبتديهوله. في الوقت دوت بقى جو بتعتذر له على انها يعني كانت بتسخنه، بتقول له انك طلعت سواق جامد. بيقول لها امال انت مفكره ايه، السواقه دي فن مش عن. في الوقت دوت بقى بتبقى رقبة جو وجعاها، فبيروح علشان يجيب لها حاجه ساقعه وبيشوف ممرض بيدي للاسعاف صندوق. وري بيبقى شاكك في حاجه لكن لغايه دلوقتي مفيش اي دليل على اي حاجه. المهم بيرجع لجو بيديها الحاجه الساقعه تحطها على رقبتها. بعد كده الممرضه بتنادي عليهم وبنشوف ري وهو قاعد مع موظفة استقبال تانية بتاخد منه معلومات التأمين بتاعته وبتسأله على كل بياناته، وبتسأله بقى عن بيري عملت عمليات قبل كده ولا لأ، فبيقول لها لأ. وبتسأله أنت مدمن مخدرات أو خمور، فبيقول لها إني بتعافى من إدمان الخمور. وتقول له إن بيانات تأمينك ظاهرة باسم أبي، فبيقول لها إن دي مراتي الأولى وإنها ماتت من 8 سنين وإيه علاقة ده بالموضوع. فبترد عليه وبتقول له إن في مشاكل في تأمينك وإن مزود الخدمات التأمينية معدلش البيانات بتاعتك.
وبتسأل جو انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ فبيرد عليها ري وبيقول لها من 6 سنين. لغاية هنا تمام، إجراءات عادية. عايزك بقى تركز في السؤال اللي جاي. الموظفة بقى هنا بتسأله عايز تسجل بيري كمتبرعة بأعضائها ولا لأ؟ وجو بتقول لها لأ، لكن الممرضة بتقول لها إني ممكن أقنعك بإن أنت تفكري في الموضوع، وإن في عدد كتير من الأطفال على قوائم زرع الأعضاء. لكن جو بترفض وبتسألها عن فصيلة دم بيري لكن ما بتردش عليها، فبتسألهم عن فصيلة دمهم وري بيقول لها إن هي الموظفة بتقول لهم إننا ممكن نحتاج نعمل اختبار مطابقة الفصائل، وري هنا بيسألها إن ده ضروري ولا لأ، لكن الموظفة ما بتردش عليه وبتسألهم آخر سؤال وبتقول لهم إن الولاية بتلزمني إني أسألكم عن حياتكم الزوجية تمام ولا لأ، وري بيستغرب من السؤال لكن بترد عليها جو بتقول لها إن حياتنا أمان ومفيش أي مشاكل. بتبقى خلصت كل أسئلتها، بتقول لهم إنها تجيب ممرضة وتبقى معاكم لغاية ما يجي الدكتور. فجأة بتقول لري إننا مش بنقبل تأمينك عندنا، وإن سياسة المستشفى لازم يكون تأمينك مغطي. وري بيقول لها إني ممكن أدفع كاش، والموظفة بتقول له ثواني هتأكد من الموضوع وبتسيبهم وبتخرج. في الوقت ده بيقعد يضحك ري مع جو على أسئلتها الكتير. في نفس الوقت بيشوف ري الموظفة واقفة مع البياع اللي كانت في الاستراحة بتتكلم معاها. بعد كده بقى بتدخل عليهم الموظفة وبتقول له إن كل حاجة تمام. بيشوفها بتتكلم في التليفون وبتقول اللي بيتكلموا إن في طفلة عندها 6 سنين جت من غير إسعاف، وإن فصيلة دمها مش معروف، وبلغوا الدكتور بيرسرام. بعد كده بقى بنشوفهم قاعدين على السرير وبيدخل عليهم الدكتور بيرسرام بيقعد يفحص بيري وبيبقى لطيف جدا معاها. المهم بقى بيفحص دراعها ويقول لهم إن دراعها مكسور وإنها تحتاج تتجبس. بعد كده بقى بيفحص عينيها وبيضحك معاها وبيقول لها ان دول اجمل عينين شفتهم في حياتي. بعد كده بقى بنشوف الدكتور وهو بيتكلم مع ريو وجو وبيقول لهم ان في احتمال باصابه في راسها، وان ممكن يكون في نزيف داخلي، وان اصابه في الراس زي دي ممكن تتسبب في نوبات صرع، واننا هنحتاج نعمل اشعه مقطعيه علشان نتاكد انها سليمه. وري بيقول له اعمل اي حاجه وبنتي تبقى بخير. بعد كده بقى بيجي ممرض علشان ياخد بيري تعمل الاشعه في الدور اللي تحت، وبيروحوا كلهم لغايه الاسانسير. والممرض هنا بيقول لهم ان دي اكتر منطقه محظوره وان واحد منكم بس هو اللي هيبقى معاها. وري بيقول لجو روح انتي وانا هستناكم. والممرض هنا بيقول له يستحسن يعني تستناهم بره لان الاشعه هتاخد وقت. وبيسلم على بيري وعلى جو بيروحوا بقى يركبوا الاسانسير وبينزلوا للدور اللي تحت. بعد كده بقى بنشوف ري بيفوق من النوم وفي شخص قدامه بيطمن عليه وبيقول له انك كنت بتتكلم وانت نايم. المهم بقى بيروح لموظفة الاستقبال وبيسألها يعني فاضل كتير ولا لأ، فبتقول له ممكن تديني المعلومات علشان أقدر أساعدك. فبيقول لها إن بنتي بتعمل أشعة وإن مراتي معاها وعدى وقت كبير على ده. بترد عليه بتقول له إن الشفت الصباحي خلص وإن حاليا ما عنديش أي جدول للأشعة، بس في الغالب إن الأشعة دي بتاخد وقت، وتقول له ممكن تستريح ومش هيعدي وقت أطول من كده. ري بيقول لها طب أنا عايز أتكلم مع الدكتور بيرسرام، فبتعرفه إنه خلص شغله النهاردة وخرج من المستشفى وإنه أكيد عطى الحالة للدكتور المناوب وإني هكلمه لك. وري بيروح يقعد يستنى. في وقت وهو قاعد بنشوف في واحدة بتتكلم معاه وبتقوله إن جوزي دخل من الساعة 6 الصبح وقالوا إنها جراحة بسيطة ولغاية دلوقتي لسه مخرجش، وإحنا يعني خلاص داخلين على العشاء. الكلام ده بيوتر ري جدا، فبيروح تاني للممرضة بيقول لها عملت إيه؟ فبتقول إني كلمتهم بس لسه محدش رد عليا، فبيطلب منها تكلمهم تاني وبتاخد منه اسم بنته وبتدور على اسمها على الكمبيوتر لكن ما بتلاقيهوش، وبتقول له ان اسمها مش موجود على الجهاز. ويقول لها انه سجل اسمها على الدفتر وبيقعد يدور، لكن الممرضه بتقول له ان بعد كل شيفت الورق ده بيترمى علشان بتبقى اتسجلت على السيستم. فبيقول لها دوري تاني وان هي كانت مع الدكتور بيرسران، فبتقول له انها هتدور برقم التامين بتاعه، لكن بيعرفها انهم ما قبلوش التامين بتاعه وانه دفع كاش. والموظفه هنا بتستغرب جدا وبتقول له انهم ما بيقبلوش كاش وان الدفع بيبقى عن طريق التامين. وري بيقول لها ان اللي كانت قبلك قبلت بده وان بنتي هنا، وبيتعصب عليها وبيقول لها ان الممرضه اللي كانت معاها كانت اسمها ان، والممرض اللي اخد بنت للدور اللي تحت علشان تعمل الاشعه كان اسمه بروس. وبيقول لها من فضلك اتصلي بالدور اللي تحت وتسالي عن عيلتي. في الوقت ده بنشوف ري بينزف من راسه، الممرضه بتكلمهم في التليفون وبتسالهم عن بيري. في نفس الوقت بقى ري بيشوف واحد بيرمي اكياس كبيره وبتبقى مليانه دم. الممرضة بتقول له إن مفيش أي حد دخل يعمل أشعة من الساعة 9 الصبح، وإن آخر أشعة اتعملت كانت لواحدة ست عندها 62 سنة وإنهم مش هنا، وإن ممكن يكونوا مشيوا، لكن بيأكد لها إنهم هنا. بعد كده بقى بيطلع يجري وبيبقى متجه للدور اللي تحت، والممرضة بتستدعي رجال الأمن. وبنشوف ري بيدخل غرفة الطوارئ وبيبقى في سراير كتير متغطية بالستاير، فبيروح على واحدة منهم وبيفتحها لكن بيلاقي عيلة تانية قاعدة، فبيعتذر لهم. في الوقت دوت بيجي الممرض وبيمسكه، وبتاع الأمن كمان بيجي وبيجي دكتور تاني
وراي بيقول لهم إني بدور على عيلتي وإني مش لاقيهم، ودخلوا معايا هنا المستشفى. والممرضة بتاعة الاستقبال بتقول لي إن هم مش هنا. الدكتور هنا بيحاول يهديه، وراي بيحكي له على اللي حصل من ساعة ما دخلوا المستشفى. والدكتور بيمسك دفتر وبيدور على اسم، لكن بيقول إن مفيش أي حالة بالاسم ده. في الوقت دوت راي بيشوف الممرضة آن اللي كانت مع بيري، وبيقول للدكتور إن هي ديت اللي كانت معاها، اسألها. والدكتور فعلا بينادي عليها وبيسألها شفت الراجل ده قبل كده ولا لأ؟ فبتقول له وإنه جه يتعالج من الجرح اللي في راسه، وما بتجيبش أي سيرة عن بنته. هنا بقى راي بيتعصب جدا، والدكتور بيحاول يهديه، وبتاع الأمن والممرض بيمسكوه وبيرشوه بمادة في وشه، والممرضة بتحقنه بمهدئ وبياخدوه بيحطوه في أوضة. وراي هنا بيعتذر لهم وبيقولوا له ارتاح وهنحجزك هنا لغاية ما الدكتور يشوف حالتك، وبيسيبوه بيخرجوا وبيقفلوا عليه الباب. وراي بيقوم وبنشوف إن مفعول المهدئ اشتغل، وبيحاول يفوق نفسه. بعد كده بيجيب حقن ادرينالين وبيحقنها لنفسه علشان يفوق، وبيبقى أخد كمية كبيرة منها. بيكسر الباب بتاع الأوضة اللي هو فيها وبيخرج وبيقعد يدور على عيلته لغاية ما بيلاقي الممرض اللي أخد بنته ومراته علشان تعمل الأشعة، وبيقعد يفتكر. في الوقت دوت بتاع الأمن بيشوفه وبيجري وراه. وفي وقت بقى وراي بيجري من الأمن بيوقع الصندوق اللي فيه الكاس الصفرا ده، وبيقع منها أعضاء. وراي بيخرج من المستشفى وبيقدر إنه يستخبى من بتاع الأمن، وبتاع الأمن لما بيخرج ما بيلاقوهوش، فبيبلغ على اللاسلكي إنه هرب، وبيقول لي اللي معاه بلغ بتوع الاستقبال عشان يعني لو رجع تاني. بعد كده بقى راي بنشوفه وهو قاعد في عربيته لغاية ما بيهدى ويفوق، وبيمسك جهاز الموسيقى بتاع بنته وبيبقى حزين جدا. في الوقت دوت بيشوف عربية الشرطة وبيروح يتكلم معاهم وبيقول لهم على اللي حصل، وإن عيلته جوه وشاكك إنهم عملوا فيها حاجة وإنهم حقنوه بمخدر. وبيوريهم صورة لبنته ومراته وبيقول لهم إن إحنا وقفنا في استراحة وقعت من ارتفاع وجينا بيها هنا، وإنهم أكيد عملوا في عيلتي حاجة وبيحاولوا يخبوهم. المهم بقى الشرطة بتدخل معاه المستشفى، والشرطة بتتكلم مع موظفة الاستقبال. في الوقت ده بيدخل عليه بتاع الأمن، وري بيشاور لهم عليه وبيقول لهم هو ده اللي حبسني وخدرني. الشرطية هنا بتقول له إن الراجل ده بيقول إنك حقنته بمخدر وحبسته، فبيرد عليها بيقول لها إنه كان بيتصرف بجنون والدكتور حقنه بمهدئ وإن ده كل اللي حصل. وري بيقول لهم إن هو بيكذب. والشرطي التاني بيسأل ري آخر مرة شفت فيها عيلتك إمتى؟ فبيقول له في الطوارئ في الأوضة رقم 9. والشرطي بيروح لبتاع الأمن وبيقول له ودينا هناك. ولما بيروحوا هناك بيقابلوا الدكتور المناوب، والشرطة هنا بتسأله على عيلته وبيقول لهم إني معرفش، وإنه على كلام التمريض إن الراجل ده جه لوحده وكان عايز دكتور يكشف على إصابة في راسه. الشرطية هنا بتقول له إن أكيد في ملفات بأسماء المرضى اللي جم، لكن الدكتور بيقول لها إن ده ما كانش شيفتي، وإن أحيانا الملفات دي بتتبدل أو بتتسجل بأسماء غلط وممكن ما تكونش دخلت السيستم لغاية دلوقتي. وري مش بيبقى مصدقه وبيقول لهم اتصلوا بالدكتور بيرسران وإنه كان معاها وإن هو اللي قال لازم تعمل الأشعة دي. الشرطية هنا بتقول له فين الدكتور بيرسران، فبيقول لها إنه خلص شغله وإن أكيد في بيته، فبتقول له إن هو اللي هينهي المسألة دي ولازم تستدعوه. بتقول له الأشعة بتتعمل فين، فبيقول لها في الدور التالت فوق. لكن ري بيقول لهم إن المعامل تحت وإني شفتهم هما بيركبوا الأسانسير ونازلين، لكن الدكتور بيقول لهم إنه مشوش وإن المعامل في الدور التالت. وفعلا بيطلعوا الدور التالت وبيدخلوا المعمل، والدكتور بيقول لهم إن الكمبيوتر هنا بيحتفظ بالسجل الاستخدام بالوقت والفترة، وبيقول لهم إن آخر مرة الجهاز ده استخدم فيها كانت الساعة 9 صباحا لفترة مدتها 29 دقيقة. وري بيقول لهم إن ده ما يثبتش حاجة، لكن الدكتور بيرد عليه بيقول له إن ده يثبت إن محدش عمل أشعة في الوقت اللي أنت بتقول فيه إن بنتك كانت هنا. المهم بقى التليفون بيرن والدكتور بيروح يرد عليه، وري بيتكلم مع الشرطة بيقول لهم إن بنتي ما جاتش هنا وإن في حاجة بتحصل ومعرفش ودوها فين. بعد كده بقى بينزلوا تحت، والممرضة بتاعة الاستقبال تديهم الكشف بتقول لهم إنها لقيتها مرمية. وري بياخده منها وبيلاقي اسمه وبيقول لها اسمي ده، لكن الدكتور بيقول له ان ده اسمك مش اسم بنتك. وبيدخل عليهم الدكتور بيرسران وبتسأل الشرطة انت تعرف الراجل ده، فبيقول لها وانه جالي الصبح من غير اسعاف وقال انه تعرض لحادثة وان سلوكه كان غريب، وان الدكتور فولك طلب مني اكشف عليه واقترحت عليه يعمل اشعة مقطعية على راسه لكنه رفض وصمم ان هو يقعد في صالة الانتظار يستنى مراته وكان اسمها ابي. والشرطي بيقول له انك قلت ان مراتك اسمها جو. مين ابي دي؟ فبيقول له ان دي مراتي الاولى وانها ماتت وملاش علاقه بالموضوع، وانهم عرفوا اسم ابي من معلومات التامين. وبيقول للدكتور انت بتستخدم المعلومات دي ضدي علشان تطلعوني مجنون وانكم خطفتوا عيلتي وعملتوا فيهم حاجه. وبتاع الامن بيقول لهم ان الكاميرات هي اللي هتنهي الموضوع، وبيدخلوا يراجعوا الكاميرات لكن ما بيشوفوش عيلته وبيبقى هو بس اللي باين. وبيكملوا مراجعه التسجيل وبيشوفوه هو بيزعل للممرضه. المهم بقى ري بيقعد يفتكر اي حاجه يقدر يثبت بيها ان عيلته كانت معاه، ويفتكر لما راح الاستراحه وان الست اللي كانت هناك شافتهم مع بعض وبيقول للشرطه عليها وبيقول لهم نروح ونسالها. بعد كده بقى بينزلوا للطوارئ، وري بيلاقي السكارف بتاع بنته مرمي تحت سرير وبياخده وبيوريه لهم، والشرطيه بتمسكه وبتلاقي عليه دم.
وبتسأله دم مين ده، فبيقول لها إن هو دمي لما وقعت في الحفرة وإني نزفت كتير. في الوقت دوت بقى بتيجي دكتورة أمراض نفسية بتتكلم معاه وبتقول له أنا عايز أساعدك عشان تلاقي عيلتك، وريه بيقول لها إني مش مجنون، فبتاخده للمكتب بتاعها تتكلم معاه وبتقول إن هم لقوا الملف بتاعك وإنه ملفك أنت ومفيش أي ملفات لبنتك موجودة، وبتقول له احكي لي عن أبي، وبيقول لها إن ملهاش علاقة بالموضوع وإنها ماتت من 8 سنين وإن هي ماتت في حادثة واتخبطت في دماغها، وبتقول له إن في الملف قلت إن عندك مشكلة في إدمان الخمور، وبتسأله عن يوم الحادثة اللي ماتت فيها أبي كنت سكران ولا لأ، وريه بيفتكر الحادثة وبيتعصب على الدكتورة وبيقول لها إن ما قدرتش أساعدها وإن محدش كان هيقدر يساعدها وإني بطلت أسكر من 8 سنين وإن كل ده ملوش علاقة بموضوعنا. والدكتورة بتقول له ليه قلت لفريق التمريض إنك مستني أبي، فبيقول لها إن موت أبي مدمرني من 8 سنين وإني كل يوم بفتكرها، وبتقول له أنا مصدقاك وعارفة إن في حاجة حصلت لبيري وجو وهنروح للمكان اللي حصلت فيه الحادثة وندور عليهم، وبتسيبه وبتخرج وتتكلم مع الشرطة والدكتور بيرسرام وبتقول لهم إننا لازم نروح للمكان اللي حصلت فيه الحادثة وإنهم ممكن يكونوا لسه عايشين، والشرطية بتقول لهم إنها هتتصل بوحدة الكلاب البوليسية، وبيروحوا للمكان وري بيديهم السكارف ويشمموا الكلاب، وبنشوف ري واقف وخايف من حاجة بس هنعرف في آخر الفيلم إيه هي. المهم بقى الكلاب بتبدأ تدور لغاية ما بيوصلوا لمصدر مطابق لنفس ريحة السكارف وبيلاقوا المراية بتاعت بيري، بيقول لهم إن دي مراية بيري. بعد كده بقى بيلاقوا كمية دم كبيرة جدا، بيسألوه ده دم بنتك ولا لأ، فبيقول لهم إن ده دمي لما وقعت براسي على الأرض، والشرطي هنا بيتعصب عليه وبيقول له دي كمية كبيرة جدا، وري بيقعد يتصرف بجنون. الشرطية بتقول لهم إن ده بقى مسرح جريمة وإنه متهم بقتل عيلته، والدكتورة بتقعد معاه وبتقول له إن عايز أساعدك وعايز أعرف إيه اللي حصل قبل الحادثة، فبيقول لها إنه اتخانق مع مراته علشان حياتنا الزوجية، وإن لما المراية ضاعت من بيري قلت لها تنزل من العربية وما تتحركش لكنها ما سمعتش الكلام، والدكتورة بتقول له إن عدم سمعنا الكلام ده عصبك، فبيقول لها وإني مسكت الحجر ورميته. الدكتورة هنا بتقول له رميته على مين، فبيقول لها على الكلب وحاولت أمسكها لكنها وقعت. الصدمة بقى لما الدكتورة بتقول له إن أنت متأكد إن كان في كلب أصلا وإن بيري ما وقعتش وإن أنت اللي اخترعت القصة دي، وري بيقعد يضحك بجنون وبتقول إنك كنت غضبان منهم ومسكت الحجر ورميته على بنتك، ولما جت جو حسيت بغضب ناحيتها ووقعتها وإن ده اللي حصل وإن العقل أحيانا بيخلق واقع مزيف علشان يحمي نفسه من الصدمة، وبتقول له إنك خسرت عيلة قبل كده ولما العقل شاف اللي أنت عملته في بيري وجوان مبقاش مستوعب إنك خسرت عيلتك التانية. في الوقت ده الشرطة بتروح تقبض عليه لكن فجأة ري بيشوف الكلب اللي وقع بيري ويفتكر اللي حصل وعقله هنا بيفوقه وبياخد السلاح من الشرطية وبيمسك الدكتورة وبيهددهم وبيخلوهم يرموا أسلحتهم كلها، وبيقول للدكتورة أنت فاكرة إني قتلت عيلتي؟ إن ده مش حقيقي وكل اللي أنت قلتيه ده مش حقيقي، وبيروح يحطهم جوه حاوية وبياخد الكارت بتاع الدكتورة وبيحبسهم وبياخد عربية وبيروح للمستشفى. المهم بقى بيدخل ري المستشفى وبيحاول يخبي نفسه من الكاميرات والتمريض وبيدخل جوه أوضة وبياخد منها بالطو وبيروح للأسانسير. في الوقت اللي بيركب فيه ري الأسانسير بيشوف بتاع الأمن والأسانسير بيتقفل، لكن ري مش بيبقى عارف ينزل بالأسانسير علشان معوش المفتاح. في الوقت دوت بقى بتاع الأمن بيفتح الأسانسير وري بيسحبه لجوه ويوجه السلاح ناحيته، وبتاع الأمن بيقول له هاخدك لعيلتك وإنهم في الدور اللي تحت، وبيحدف له المفتاح. بعد كده بيهجم عليه وبيقدر يوقع السلاح منه، بيفضلوا يضربوا في بعض لغاية ما ري قدر إنه يوقعه ويخنقه لغاية ما يغمى عليه. بياخد المفتاح وبينزل بالأسانسير وبيمشي في الطرقة وبيستخبى من التمريض ويشوفهم ماشيين بعربية وعليها صندوق مكتوب عليه أعضاء بشرية. بعد كده ري بيخرج وبيدخل جوه أوضة وبيشوف بقى أيوة اللي أنت شايفه ده بالظبط، وبيقعد يفتكر لما موظفة الاستقبال بتسألهم لو عايزين يعني تسجلوا بيري كمتبرعة أعضاء، وبيفهم هنا ري اللي فيها وبيخرج من الأوضة وبيبقى متوتر جدا وبيروح عند أوضة تانية وبيشوف الدكاترة واقفين حوالين حد نايم على السرير وبيلاقوا إن دي بنته. بسرعة بيدخل عليهم وبيوجه السلاح ناحيتهم وبيروح يطمن على بنته وبيقول لهم نزلوا الأقنعة، ولما بينزلوا الأقنعة بيلاقي الدكتور وموظفة الاستقبال. بسرعة ري بيفك بنته وبيلاقي مراته وبيفوقها وبتقول له إنهم خدرونا، والدكتور هنا بيقول له نزل السلاح مفيش داعي إن حد يتأذى وإنك مشوش جدا. في الوقت دوت موظفة الاستقبال بتتحرك فبيضرب النار عليها لكن بتيجي في أنبوب الأكسجين والغاز بيطلع منه. بعد كده ري بياخد بنته ومراته بيحركهم بالكرسي علشان يخرج، لكن واحد من التمريض بيروح يمسكه وري بيزق الكرسي بمراته وبنته وبيخرجهم بره الأوضة، وبنشوف الدكاترة ماسكينه وعايزين يخدروه، وري بيقدر يوصل للسلاح وبيضرب نار وبيحصل انفجار في الأوضة. بعد كده بقى بيفوق ري وبياخد عيلته علشان يخرجوا من المستشفى، وهو في طريقه بيقابل الممرض اللي كان واخد بيري تعمل الأشعة بيحاول يوقفه
توقفه، لكن راي بيضرب على رجله النار وبياخد عيلته وبيخرج بره المستشفى وبيركبهم العربية بتاعته، وبنته بتفوق وبيقول لها ان خلاص قربنا نوصل للبيت وهنبقى كويسين. بس يا صديقي وبكده نكون لا لسه استنى، الفيلم مخلصش. خد الصدمة بقى، وهم في الطريق راي بيسأل مراته انتوا كويسين ولا لا، فبتقول له ان احنا بقينا بخير، وبيري بتقول له ان دراعها بيوجعها، فبيقول لها تعالي نغني اغنيه. وفي وقت بقى هو بيغني الاغنيه دي بنبص من مرايه العربيه ومش بيبقوا موجودين، وبنلاقي مريض تاني هو اللي نايم على الكرسي، وبيبان فعلا ان ري عقله خلق له قصه وان هم ما كانوش في المستشفى اصلا، وان كل اللي شافوه جوه المستشفى ده كان مش حقيقه وكان مجرد تشويش، وانه في الحقيقه بعد ما بنته وقعت ماتت على طول وهو اللي قتل مراته، وانه خباهم في عربيه طول المده دي وعقله ما استوعبش كل اللي حصل. وبكده بقى يا صديقي بنكون فعلا وصلنا لنهايه الفيلم. اتمنى لو الملخص عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك، ولو مش عامل اشتراك للقناه ادخل دلوقتي حالا اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.